النهارده هنقول هنحط ايه مضاد سموم ب2 جنيه من البيت، واقل من 2 جنيه كمان. قبل ما نبدا اي حاجه نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا اغلى اصحاب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب يكون كل المتابعين بخير، يا رب كل اللي بيسالني على حاجه اكون عرفت اوصل له المعلومه، يا رب ان شاء الله كده دورتنا كلها تكمل على خير. اول ما نقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنعمل النهارده روتين خفيف ظريف كده معانا ان شاء الله باذن الله. فراخنا ما شاء الله اللهم بارك ان مفيش اكل حواليهم نهائي ولا ميه. النهارده هنحط ايه مضاد سموم بينظف الامعاء، بيطهرها معايا، بينظف الدنيا. الحيويه ما شاء الله اللهم بارك. اديكم شايفين الفراخ عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. هنشوف هنحط ايه معانا النهارده. معانا روتين هنعمل ايه. هشيل الحاجات دي كلها واشيل العلافات والسقايات اللي انا حطاها، وهبدا اعمل ايه، هرش رشه جير مطفي على الارض. يا ريت يبقى المكان ما فيهش لا كتمه ولا درجه حراره عاليه ولا تهويه عاليه، كل ده هيبهدل معاك الفراخ، مش هيخلي فيه اي مناعه، هيخلي الفراخ تعبانه معاك على طول. اهي وريني، كنت عايزه اوريكم هنا في فضلات اهي، اعزكم الله الفراخ جت عليها ما شاء الله. هم دلوقتي كده واقفين عطشانين هيموتوا من العطش، وانا طبعا عارفين ان كل سقوه بحب احطها لازم يبقوا عطشانين. هنشوف معانا نحط السقوه بتاعتنا ونحط لهم العلف. وعلى فكره لو انت عايزه تخلي جسمهم حامي وبرده حراره عاليه، يعني مش عاليه، حراره مظبوطه، ممكن تحط لهم شطه في العلف، ده حلوه جدا جدا جدا. الاول هنحط مع بعض، هرش رشه جير مطفي في المكان. طبعا شفتوا السقايه الجديده اللي انا جبت، العلافه الجديده دي اهي، دي حلوه وممتازه، متاخدش مكان، بتخلي مكان فاضي في العشه بتاعتي. دلوقتي هبدا احط لهم الجير المطفي ونشوف مع بعض هنحط ايه تاني مع بعض. رشه بسيطه اهي من الجير المطفي اهي. هم على فكره عادي لو كلوا فيها مش مشكله، ما بتعملش حاجه، دي تمنع ريحه الامونيا اللي في المكان، وفي نفس الوقت بتخلي المكان رطب بتاع ده ناشف، ما بتخلوش طري. والحمد لله الله اكبر، اخر فيديو كنت عاملاه اللي هو بتاع الشيح ما خلاش عندي فيه اسهال بني خالص ولا في اي مشكله عندي، الحمد لله اللهم بارك. النهارده هنشوف هنعمل ايه. هحط خل، نسبه تركيزه 5%، ازازه خل اهي 5 سنتي على كل لتر ميه، 5 سنتي على كل لتر ميه. هحط لهم الخل على الميه واحط لهم يشربوا مع بعض. هنشوف هنعمل ايه تاني، لان انا النهارده عندي شويه ادويه هوريه لكم ونشوف دنيتنا فيها ايه النهارده باذن الله. هم شوفوا حتى فرحانين اهو بالمكان، فرحانين بالوسع. انا بقى حبيت العلافه الجديده علشان كده انا لسه مش هوسع لهم المكان دلوقتي، برضو هسيبه زي ما هو، هحط لهم العلافه الجديده، العلافه زي ما هي هحطها وهتظبط معايا الدنيا، هي ما بتاخدش مكان، وهم فرحانين ان ايه المكان كده ايه واسع عليهم. شايفين هم بيعملوا ايه اهو اهو. ارجع احط معايا السقايه اهي، احط الميه الخل، بسم الله الرحمن الرحيم، احط لهم السقايه وارجع لكم تاني. كالعاده ملمومين اهو على السقايه. طبعا انتوا عارفين ان انا بحب احط السقوه فراخي تبقى مظبوطه كلها على السقايه. ده كده مضاد سموم بيتحط على فكره من عمر اسبوع 10 ايام. انا النهارده اليوم العاشر ما شاء الله اللهم بارك، وفراخي ما شاء الله الله اكبر، مش داريه عنكم اي حاجه اهو ما شاء الله. احط لهم العلف، وعندي بقى طبق مليان ادويه وحاجات كنت بجيبها عروض قبل ما اعرف الاعشاب والحاجات دي. هنشوف معانا الطبق ده مليان ايه واشوف ايه اللي هينفع معايا، ولو حد عارف الحاجه دي بتاعت ايه او احطها ولا لا يقول لي، ونشوف مع بعض الطبق ده مليان ايه، طبق المفاجآت. بس الاول احط لهم العلف ياكلوا ونرجع مع بعض. حطينا العلف وهم شكلهم مش كلهم جعانين او لسه ما شافوش العلف، انا مش حاطه حاجه على العلف النهارده،
ما حطيتش اي اضافات. الميه زي ما قلنا حطينا فيها خل. نسبة الخل، نسبة التركيز 5% على كل لتر 5 سنتي. طبعا السقاجة 4 سنتي 4 لتر، يعني بحط 20 سنتي. شوف بقى الطبق بتاعنا فيه ايه. ادي الطبق بتاعنا. دي اللمبة المحروقة اللي كنت موريها لكم اول امبارح. ده اللي استقبلنا به الكتكوت نيوسين بلس بعد محلول الجفاف. ده اول جرعة خدناه. ده كيس تاني اهو كان فايض من قبل كده. طبعا انا معرفش ان الاكياس دي اصلا موجودة. ده الكركم. ده بنش لسه برضو جايبينه جديد. ده المفروض ان دي حاجة بتعلي الوزن. انا حطيتها مرة قبل كده، كان الدكتور البيطري عامل عرض كذا حاجة مع بعض وانا جبته، فما اعتقدش انه نعمل منه اي حاجة. ده اللي يعرف برضو ده بتاع ايه انا مش فاكرة. فيتامين؟ لا يعطى مع فيتامين. ده بتاع ايه؟ هنشوف ده بتاع ايه. ده للكوكسيديا والكوليستريديا. طب كويس، لسه هناخد الجرعة دي. اصلا في جرعة لسه هناخدها. دي حبة البركة اهي. برضو ده كيس علاج كان جاي معاه قبل كده، مضاد منشط كبد، مضاد للاجهاد اهو. انا مش بعمل اعلانات يا جماعه للحاجات دي. انا بقول لكم الحاجات دي كان الدكتور البيطري عاملها عروض قبل كده وانا جبتها. دي بقى الاعشاب اللي انا بستعملها. ده بردقوش بتاع ده زعتر اسفه. ده حلبة مطحونة لسه هنحطه بعد حوالي 20 يوم. حلبة المطحونة. ده العرقسوس كنت بحطه في الصيف عشان الاجهاد الحراري اهو. ده بقى برضو كان الدكتور مديهوني قبل كده زي فيتامين الف ودال اهي الازازة. الطبق برضو انا كنت عايزة اروقه، بس برضو هيفضل زي ما هو. الحاجات هتفضل كلها زي ما هي هنا كده، مش هشيل منها اي حاجة. نحط اللمبة بتاعتنا ونحط الكركم، وهتفضل برضو زي ما هي الحاجات. النهاردة شفنا مع بعض طبق المفاجآت، شفنا مع بعض الحيوية بتاع الكتكوت، عرفنا مع بعض هنعمل ايه. الخل، محدش ينسى الخل يا جماعة. توسعة المكان، نوسع لهم المكان شوية. في اخر حاجة لينا نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. متشكرة جدا لكل وصل معايا. بالله عليكم لايك للقناة للفيديو علشان نفسي قناتي تترفع، نفسي قناتي مشاهداتها تعلى. متشكرة جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.